واش عمر سولتي راسك علاش انمي فيه الشياطين الدم والموتوسيلات كيخلينا نحسو بالحياة؟ شانسو مان ماشي غير انمي دموي، هاد العمل هو صرخة صامتة ديال واحد الانسان اللي كل ما كيبغي في هاد الدنيا هو يتحضن. دينجي البطل ماشي بطل كلاسيكي، ماشي جاي ينقذ العالم ولا يبني حضارة، هو غير باغي ياكل طرف ديال الخبز مع الكونفيتير، ينعس في شي فراش دافي ويحس براسو كاين. وهادشي هو اللي كيدخل قلوبنا بلا استئذان. القصة بدات بسيطة، دينجي ولد فقير غارق في الديون، حتى ودنيه كيمشي يصيد الشياطين باش ياكل ويعيش، ما عنده لا عائله لا مستقبل، غير هو وكلب ديالو الشيطاني بوتيشتا. ولكن نهار طاحت السما فوق راسو مات، ورجع للحياه بشي طريقه ما عمرنا تخيلناها. انا بصراحه في البدايه ما خديتش الانمي بجديه، شفت بطل براسو موتيسيلا وقلت شنو هاد الخرافه، ولكن مفاجاه، العمل غادي يجرك لعالم مجنون وفي نفس الوقت إنساني بواحد الطريقة مرعبة. فوجيموتو المؤلف تربى بوحده ومعزول على الناس، وهذا الإحساس ديال العزلة والوحدة كيطغى على شخصية دينجي. رغم الجنون والدم والقتال، أكثر حاجة كتخليك تتوجع في هذا الأنمي ماشي الموت، ولكن الجوع، الوحدة، الخوف من البقاء بوحدك. وكنقول لك واحد الحاجة زوينة، فوجيموتو عاشق كبير للسينما، وهذا الشيء بن في الكادرات واللقطات ديال الأنمي اللي فيها لمسة من سوكورسيزي. كتشوف مشاهد وكأنك وسط فيلم واقعي، وقصة كتقلب عليك القلب وانت ما عارفش علاش. شانساو مان كيرجع يذكرك بشي حاجة كتنسى كل نهار. الجحيم ماشي غير شياطين وقرون، الجحيم هو تعيش وانت ما عارفش علاش. ولكن حتى في هذا العالم اللي كل شي فيه باغي يدمرك، دينجي مازال كيكمل. الى عجبتكم هاد القصة وعجبكم هاد الانمي، ممكن دير لايك وتعليق بسيط، وشكرا وفي امان الله.